بسم الله الرحمن الرحيم. كتير مننا يعرف برج بيزا، لكن مش كتير مننا يعرف قصة برج بيزا ايه. تعالوا مع بعض نحكي حكاية برج بيزا ونعرف تفاصيل مهمة وأحداث مثيرة عن برج بيزا. ازاي اتبنى ليه وليه استغرق 200 سنة في بنائه. معاكم المهندس محمد اسماعيل. تقدروا تشوفوا الفيديو ده على اليوتيوب وتنزلوا الماتيريال دي من عن طريق الفيسبوك أو اللينكد ان، ولو عنده حد عنده استفسار ممكن يتواصل معايا على الواتساب. أكتر عن برج بيزا لازم دي واحدة من المدن الإيطالية زي ما احنا شايفينها كده على الشمال، واقعة على الساحل الإيطالي. دي يعتبر شبه الجزيرة الإيطالية. مدينة بيزا دي واحدة من المدن الإيطالية اللي ليها ميناء بحري، وده اداها ميزة كبيرة إن بيتوافد عليها كتير من التجار، وأصبحت مركز إقليمي بحري لتبادل التجارة. ده بالنسبة للبضائع. طب بالنسبة بقى للتجار والسياح، مدينة بيزا برضه كان ليها ميزة تانية عن بقية المدن التانية، إن هي كانت نقطة استراحة الحجاج المسيحيين اللي هم جايين من أوروبا وهيروحوا البقاع المقدسة في فلسطين عشان يحجوا. فتوفر عندها العاملين، إن هو فيها بضائع كتيرة وفيها ناس حجاج هيجي يشتروا بضائع ديت قبل ما يروحوا البقاع المقدسة في فلسطين. ده خلى عندها ثروات كتيرة نتيجة التبادل التجاري ده، وعندها ازدهار كبير. طبعا ازداد نفوذها بعد كده في المنطقة، وكانت يعتبر إيطاليا مش زي دلوقتي على الوضع اللي احنا شايفينه. يعتبر هي كانت جمهوريات منفصلة بتتنافس فيما بينها. التنافس ده كان بيبقى فيه أحيانا منه تنافس عسكري وتنافس اقتصادي. مدينة بيزا لما ازداد عندها النفوذ الاقتصادي ابتدت تتوسع عسكريا وتضم مناطق تانية لجمهورية بيزا. فعملت ايه؟ عملت ان هي راحت هجمت وسيطرت على كورسيكا. ده سنة 1077. وما اكتفتش بكده، راحت برضه هجمت جزر البليار، وجزر البليار ديت كانت تابعة لأسبانيا سنة 1113. ده كله ليه؟ عشان يعمل توسع عسكري وتبقى جمهورية بيزا دي جمهورية كبيرة. وما اكتفتش بكده، هي كانت سنة 1063 شاركت برضه في الهجوم على منطقة اسمها باليميرو ديت عشان تطرد المسلمين من جزيرة صقلية. وللأسف نجحت الحملة دي. هي المسلمين كانوا فتحوا زمان صقلية على يد كان أسد بن فرات، وغابوا فيها وقت طويل وعملوا فيها حضارة كبيرة. فبيزا ديت لما شاركت في الهجوم العسكري ده ونجحت فيه، لما رجعت حملت كتير من الغنائم. ومش كده بس، لا، هي اتأثرت كمان بالفن المعماري اللي كان موجود. وكان الفن المعماري ده كان متمثل في الفن المعماري البيزنطي القديم وفن معماري إسلامي. وده هنشوفه تأثر مدينة بيزا، والمباني والحاجات اللي هم هيعملوها بعد كده هتبقى متأثرة بخليط من الفن البيزنطي والفن المعماري الإسلامي. بعد بقى نجاح الحملة اللي هي عملتها ديت على جزر باليميرو وطرد المسلمين من جزيرة صقلية، حبت إن هي تعمل إيه؟ تخلد الانتصار العسكري ده. يعني إزاي بتعمل إيه؟ نصب تذكاري، وده اتكلمنا عليه بالتفصيل في في فيديو بتاع أكتر أبراج مايلة. دي اتكلمنا إن هو بعض من الأبراج ديت يبقى ليها هدف ديني أو هدف سياسي أو اقتصادي، اللي هو إن هي لما يبرز معالم المدينة ونقول إن إحنا مدينة قوية جدا وعندنا اقتصادنا عالي، أو يكون حصل لهم انتصار عسكري فيعملوا برج يخلد ذكرى الانتصار العسكري ده، أو يكون إن هو حاجة ملحقة بحاجة دينية زي الكنائس، أبراج للكنائس عشان تعمل تنبه المسيحيين للصلوات بتاعتهم. وطبعا عشان أساسا كانت زي ما بنقول إن هي مدينة بيزا ديت يعتبر كانت جمهورية أو مدينة، هي عبارة عن إيطاليا كانت عبارة عن مدن أو جمهوريات منفصلة بتتنافس فيما بينها اقتصاديا وعسكريا. كانت بتنافس برضو جمهورية البندقية اللي هي فينيسيا، اللي هي يعتبر الناس بتنقل فيها بالمراكب دي. وكانت البندقية ديت كانت عملت كاتدرائية اسمها كاتدرائية القديس مرقس، ودي كانت كاتدرائية كبيرة. فبيزا حبت إن هي تعمل حاجة أحسن وأكبر من اللي جمهورية البندقية عملتها. فعملت ايه بقى؟ عملت الصورة اللي احنا شايفينها على الشمال ده. اختارت مكان اسمه ميدان ساحة المعجزة او ميدان المعجزة،
وقالت هتعمل فيه ايه؟ لا انا مش هعمل كاتدرائيه بس، ده انا هعمل مجمع ديني كامل. هو ابتدوا ببناء الكاتدرائيه اللي هي في النص دي ابتدوا بيها سنه 1093. وبعد كده ابتدوا ان هم يبنوا دار المعموديه دي مكان لتعميد الاطفال المسيحيين، الاطفال اللي هم هيخشوا في المسيحيه. وقدام الكاتدرائيه هتلاقي برج بيزا المائل. طب هو برج بيزا ده كان معمول ليه؟ ده هنعرفه بعد كده. ف وبرضه بنوا مقبرة اسمها دي كانت مقبرة برضه ملحقة بالمجمع ده، فيعتبر المجمع ده مكون من 4 حاجات أو 4 مباني، اللي هو دار المعمودية والكاتدرائية وبرج بيزا والمقبرة. اللي احنا شايفينها ديت هي صورة لمدينة بيزا، بتوضح مدينة بيزا الحالية، وبتوضح ان هي برضه يعتبر على الساحل. المكان اللي هو ده اللي احنا بنشاور عليه ده ميدان اللي هو المعجزة أو ساحة المعجزة اللي اتبنى فيه برج بيزا والكاتدرائية ودار المعمودية. تعالوا بقى نشوف بالتفاصيل ايه سر بناء كل واحد ومعلومات مهمة عن كل مبنى من دول. أول واحد هو دار المعمودية. دار المعمودية ده يعتبر مكانه غرب الكاتدرائية، وزي ما بنقول هو دلوقتي هو في خليط ما بين الفن البيزنطي والفن المعماري، وهو في أسلوب قوطي كده. ده يعتبر فيه أعمدة وأقواس. دي اتبنت زي ما قلنا دار المعمودية ديت اتبنت بعد الكاتدرائية. الكاتدرائية كانت 1093 ديت، بدأوا يبنوها سنة 1152. وطبعا استغرق بنائهم كلهم حوالي 200 سنة، وهنعرف ليه غابت المدة دي كلها في ان هو يبنوا المباني دي. في برضه مفاجأة ان اساسا ان الكاتدرائية والمعمودية ديت هم عندهم ميل، هم مش ستريت، ولكن فيهم ميل، ولكن الميل بتاعهم اخف من برج بيزا. دار المعمودية دي بالمناسبة هي اكبر دار تعميد في ايطاليا كلها. ومن ضمن الاحداث المهمة اللي هي مرت بيها ان هي تعميد اللي هو الفلك الايطالي الشهير بجاليليو سنة 1565. نيجي بعد كده هنتكلم على ايه؟ على الكاتدرائيه. الكاتدرائيه دي كانت هي اول مبنى اتبنى في ساحه المعجزه، تمام؟ وده اللي اتبنت الاول، وبعد كده اتبنى برج الجرس او برج بيزا. وبالتالي هو كان برج بيزا ده اللي احنا هنتكلم عليه بعد كده بالتفصيل. هو كان في الاساس مبني عشان يعلقوا فيه الاجراس اللي هي فوق دي في اخر دور، تمام؟ ملحقه بالكاتدرائيه، فكان زمان بيسموه برج الجرس. ولكن بعد ما زادت شهرته واصبح فيه ميل كبير، سموه برج بيزا المائل. وبعد ما انتهوا يعتبر من برج بيزا، كانوا بنوا مقبرة اسمها كامبو سانتو، ودي خلف الكاتدرائية. اللي هنتكلم عليه بعد كده اللي هو الصورة اللي على اليمين دي، هي دي صورة لبرج بيزا. برج بيزا المائل ده كان معروف زمان زي ما قلنا ببرج الجرس. ده برضو نفس الكلام اللي احنا بنقول عليه الفن القوطي، اللي هو يعتبر أعمدة وأقواس. طبعا المبنى ده يعتبر مغلف معمول من الرخام الابيض، ولذلك ده سبب ان وزنه وزن كبير جدا، بنتكلم في حدود 14,500 طن. ارتفاع البرج يعتبر فيه بيتراوح من 55 ل 56 متر. تعالوا نتكلم اكتر عن برج بيزا. ده زي ما قلنا هو البرج نفسه من الرخام الابيض. عدد الطوابق فيه او الادوار فيه هو 8 طوابق. اخر طابق منهم او اخر دور ده معمول عشان الاجراس. احنا قلنا البرج نفسه كان معمول عشان ايه؟ الاجراس. في اخر الدور خالص هم مثبتين فيه الاجراس. وزي ما بنقول هو يعتبر مكون من اعمده واقواس. وطبعا هو السلالم بتاعته من جوه هي سلالم حلزونيه، تمام؟ بتتكلم في تقريبا داخل على 400 درجه عشان توصل عليه على البرج. درجة الميل بتاعته كانت زمان بنتكلم من 3 من 5.5 درجة،
ولكن بعد محاولات التثبيت اللي حصلت ليه الكتيرة ديت قدروا يوصلوها لتقريبا 3.97% إيه درجة، فهي قلت. وابتدى إن هو يثبت ميله يثبت في الوقت الحالي. لكن قمة البرج يعتبر عندها انحراف عن القاعدة بتاعته، بنتكلم في 17 قدم أي ما يوازي 5 متر، وده طبعا رقم كبير جدا بالنسبة للبرج، وده اللي خلاه نتلاحظ لأغلبية الناس ميل البرج اللي هو يعتبر 5 متر. طبعا كان في محاولات كتيرة ان هو يعتبر عاوزين يرجعوا برج بيزا لمكانه او مكانه الاصلي ويقللوا درجة الميل بتاعته. كانت في محاولة من المحاولات دي سنة 1838 على يد المهندس المعماري إليساندرو، ولكن ده سبب ان البرج يميل اكتر وحفر جنب البرج، فابتدى ان البرج يميل اكتر. لكن سنة 1964 ابتدى المهندسين يحطوا وزن 800 طن حوالين جنب البرج الناحية الشمال، لأن هو كان بيميل الناحية الجنوبية. تمام، وده ابتدى إن هو يعمل إيه، يعدل ميل البرج شوية ويحافظ على الميل بتاعه، وإن هو ما يميلش أكتر من كده أو يكون الميل بتاعه بسيط. وده هنبتدي نعرفه إن شاء الله في المحاضرة الجاية، نبتدي نعرف أكتر عن محاولات الستابلايزيشن بتاعة برج بيزا. في معلومات تانية ان برج بيزا المائل ده كان برضو اسمه توري بندنتي دي بيزا. وسنة 1987 اعتبرت منظمة اليونسكو برج بيزا ده يعتبر موقع أثري عالمي. السؤال بقى الأبرز هو دلوقتي هو مين اللي بنى برج بيزا؟ يعني التحفة المعمارية الفنية الجميلة ديت هو مين اللي بناها أو مين المهندس اللي صمم برج بيزا؟ للأسف لحد الآن يعتبر المسؤول أو مهندس مسؤول عن بناء برج بيزا مش معروف بصورة واضحة. من ناحية في ناس بتنسب التصاميم دي للمهندس ديوتوسفالي، وده اللي عايش في القرن ال 12، وفي ناس تانية بتنسبه للمهندس المعماري العبقري جيراردو دين جيرارد. لكن أغلبية المؤرخين بيقولوا إن اللي وضع حجر الأساس لبرج بيزا هو المهندس المعماري بونو بيسانو. ده هو عمل الجزء الأول منه، لكن هنعرف بعد كده إن أساسا برج بيزا ده تم بناؤه على 200 سنة، فمش هتلاقي مهندس واحد شارك في بنائه، هتلاقي في كل واحد بنى جزء وبعد كده إيه حد تاني يكمل الجزء اللي بعده. فبنقول ان هو بونو بيسانو ده كان يعتبر عمل الجزء الاولاني، وجوفاني دي سيموني ده يعتبر بعد كده كمل سنة 1275، وبعد كده توماسو بيسانو ده كمل البرج سنة 1372. فأغلبية المؤرخين بيتكلموا ان هو في اللي هم الثلاثة مهندسين دول هم يعتبر هم حجر الأساس في بناء برج بيزا. ان هو اول واحد كان بونو بيسانو، وبعد كده جوفاني دي سيموني، وبعد كده اللي انهى بناؤه توماسو بيسانو. تعالوا كده نعرف مراحل برج بيزا ايه ونعرف تفاصيل اكتر عن مرحلة برج بيزا. هنتكلم دلوقتي عن مراحل البناء بتاعة برج بيزا والمراحل والتطورات اللي اتطور بيها في خلال ال 200 سنة، وليه قعدوا 200 سنة يبنوا في البرج ده. برج بيزا يعتبر زي ما قلنا قبل كده ان هو برج من الرخام الابيض، كان طوله بنتكلم من 55 ل 56 متر، وزنه طبعا بنتكلم فيه من 14000 ل 14000 ونص طن. تم البناء بدأوا ان هم يبتدوا يشتغلوا فيه ان هو يتبني سنة 1173. ولكن للأسف إن أساسا هو عشان الأرض كانت تحت البرج دي كانت أرض من النوع الطينية الرطبة واللينة، ولقوا منسوب المياه الجوفية قريب من سطح الأرض، الجراوند ووتر تيبل كان قريب من سطح الأرض، فلذلك ما عرفوش يحطوا الأساسات على عمق كبير، اكتفوا إن هو يحطوها على يعتبر 10 فيت أو اللي هو ما يوازي 3 متر تحت الأرض. بعد ما خلصوا يعتبر الدور الاول لاحظوا حاجه غريبه، لقوا البرج بيميل ناحيه الجنوب. طب يعملوا ايه؟
المهندسين والعمال اللي هم كانوا شغالين على البرج قالوا طب خلاص هو هبط ناحية الجنوب ب2.5. طب خلاص احنا في الدور اللي بعده هنبتدي نرفع العمدان بتاعة الجزء الشمالي الجنوبي اللي هو يعتبر هبط من ناحيته 2.5 سم عشان نعوض الفرق ده، بحيث اننا نحصل في الاخر على طابق مستوي مش مايل. وبالفعل عملوا كده، يعني علوا أعمدة الجزء الجنوبي 2.5 سم عن الجزء الشمالي. بعد كده ان هو في الطابق الثالث لقوا برضو نفس المشكله، الجزء الجنوبي بقى بيميل، فعملوا ان الاعمده اطول يعتبر بايه ب5 سم. بعد يعتبر فضلوا شغالين كده لغايه يعني هم وصلوا الدور الطابق الثالث ده في سنه بعد 5 سنين. ففي سنه 1178 يعني بعد 5 سنين من العمل في برج بيزا اتوقف الشغل فيه. طب اتوقف ليه بقى؟ ده اتوقف بسبب ان احنا زي ما قلنا كان بيزا كان ليها توجه ان هي تزداد النفوذ على العسكري وان هي تتوسع عسكريا، وبالتالي دخلت في حروب مع جمهوريات تانية كانت منافسة ليها اللي هي جنوة وفلورنسا. ده سبب ان ايه موارد الدولة راحت للحرب وسبب ندرة في المال، فتوقف بناء برج بيزا عند الطابق الثالث، وده خلاها تتوقف مدة طويلة. فاستأنفوا العمل بعدها سنة 1272. فده يعني اللي هو بدأ في 1173 وبدأ اللي هو ينفذه من بعد الدور الثالث أو الطابق الثالث سنة 1272، يعني بعدها ب100 سنة. مين اللي كمل بعد كده؟ اللي هو قلنا جوفاني دي سيموني، هو يعتبر هو اللي كمل بعد كده. وده خلى زي ما قلنا مش بنفس الكونسبت بتاع ان في اعمده تكون اطول من اعمده، عشان في الاخر لما يوصل للغرفه بتاعه الاجراس يبقى عنده دور سليم طابق، ما يلاقيش الجرس مايل. هو في الاخر الهدف ان يبقى الجرس كله ايه سليم. وبالتالي هنيجي نلاقي نشوف ان شكل برج بيزا يعتبر فيه بيسموه بنانا افكت، شكل الموزه، ان هو في الاخر فيه عمدان هو كان مايل، المفروض كان يميل بالشكل اللي هو الستريت ده، ولكن عشان في أعمدة كانوا بيعملوها أطول من أعمدة خد شكل بنانا افكت. بعد كده في سنة 1284 برضو رجع تاني الأشغال أو الشغل في برج بيزا اتوقف، ولكن ده بسبب إيه بقى المرة دي؟ احنا قلنا المرة الأولانية عشان كان عندها حروب ضد جنوة وفلورنسا، لكن المرة دي بقى إن هي أساسا بيزا تلقت هزيمة عسكرية على يد إيه جنوة، اتهزمت على يد إيه قوات جنوة خلال معركة اسمها ميلوريا. ده خلى يعتبر إن أنت إيه يتوقف الشغل في برج بيزا، لأن هو حصل عندهم هزيمة عسكرية. بعد كده سنة 1372 خلاص هم كانوا ابتدوا إن هم كانوا يشتغلوا ويخلصوا برج بيزا، وده كان اللي أنهى العمل ده اللي هو كان توماسو بيسانو، وده اللي عمل على يعني هو اشتغل على غرفة إيه الأجراس، وكانوا عاملين يعتبر سلم حلزوني جوه. وفترة من الفترات إن هم لما لقوا إن البرج بيميل توقفوا عن عمل الأجراس، لأنه كانوا مفكرين إن هو الأجراس ديت هي اللي بتسبب ميل أكتر للبرج. احنا شايفين كده ناحية الشمال هو ده كروس سيكشن في برج بيزا، هيوضح لنا معلومات كتيرة عن برج بيزا. أول حاجة إن برج بيزا ده يعتبر 8 طوابق، آخر طابق منهم ده يعتبر هو الغرفة بتاعت الإيه الأجراس. ارتفاع برج بيزا ده بنتكلم من 55 ل 56 متر. طب إيه حكاية بقى ال60 ديت؟ بقى ال60 ديت زي ما قلنا ان احنا طول البرج اللي هو الجزء اللي هو المرتفع اللي هو المايل اللي هو الجزء الشمالي بيتكلف في حدود 56 متر، وهما ما قدروش ينزلوا بالفاونديشن اكتر من 3 متر تحت الارض، فبنتكلم في حدود يبقى 3 بلس 56 يعني بنتكلم 59 يعني 60 متر. طيب البرج يعتبر القاعدة بتاعته المحيط بتاعها او الديامتر بتاعها بيتكلم في حوالي حدود 20 متر، وعرض الفاونديشن هي داير بيدور هي شكل اسطوانه بتتكلم في 7.5 متر. بعد كده الحيطان في الادوار الاولانيه بتتكلم في حدود 5 متر، وبعد كده لغايه ما توصل فوق هتوصل 2.5 متر. ده السكنس بتاع الحيطه. طيب هتلاقي بعد كده هو عامل لك الميل بتاعه بتتكلم في حدود 5.5 درجه. هو كان زمان وصل لغايه 5.5 درجه، ودي كانت قيمه كبيره،
ولذلك اساسا زي ما بنقول ان انت المسافه ما بين هنا من بين القاعده وما بين اساسا انحراف القمه في حدود 5 متر، وده طبعا رقم كبير جدا. دلوقتي هي وصلت تقريبا في حدود داخل على 4، يعني اقل من 4 درجات بحاجه بسيطه. الشكل اللي تحت ده بيوضح لنا بقى الكونستراكشن بتاع برج بيزا، هو المده مع المده الزمنيه مع التايم. هنيجي نلاقي هنا ايه، هو يعتبر بدأ سنة 1173، ده بداية الكونستراكشن. اللون الأحمر ده المدة اللي هم فضلوا شغالين فيها، فده هتلاقي كام لغاية 1178، يعني قعدوا 5 سنين شغالين. عملوا كام طابق؟ هم الثلاث طوابق اللي احنا بنتكلم عليهم، 1 2 3، ثلاث طوابق. بعد كده فضلوا حوالي 100 سنة، ده الجزء بتاع الجزء الأولاني ده، غابوا 100 سنة. وده اللي احنا قلنا ساعة ما هما جمهورية بيزا دخلت في حروب مع جمهورية جنوة وفلورنسا. استكملوا بقى البناء سنة 1272، يعني تقريبا 100 سنة، لغاية كام؟ لغاية 1278، يعني غابوا 6 سنين. يعني في المرحلة الأولانية غابوا شغالين 5 سنين، في المرحلة التانية اشتغلوا 8 سنين، خلصوا تقريبا بنتكلم في حدود اللي هي الطبق اللي هو ده تامن، والطبق السابع، وفضل لهم الطبق اللي هو بتاع غرف الأجراس والطبق التامن. برضه فضلوا حوالي 100 سنة تانيين مش شغالين، ده بعد ما هم حصل لهم هزيمة عسكرية على يد قوات جنوة، إلى إن هو استأنفوا العمل سنة 1360. ومن 1360 لغاية 1370 يعتبر غابوا في مدة 10 سنين، وخلصوه سنة 1370 أو 1372. ولذلك احنا يعتبر هو فضلوا يبنوا فيه 200 سنة، لكن المدة الفعلية اللي هم اشتغلوا فيها اللي هي النقط الحمراء ديت أو المربعات الحمراء دي، تقريبا بيتكلم 5 سنين زائد 6 سنين زائد 10 سنين، يعني بيتكلم في حدود 21 سنة. يبقى المدة الفعلية لبناء برج بيزا كانت تقريبا 21 سنة، لكن المدة الحقيقية والأكشوال اللي حصلت كانت حوالي 200 سنة. وكده عرفنا هو ليه برج بيزا استغرق بناؤه 200 سنة. وده كان بسبب الحروب المتصلة من جمهورية بيزا مع الجمهوريات اللي حواليها. ده برضو شكل تاني هو بيوضح نفس الشكل اللي فات، اللي هو المدة اللي هو اشتغلوا فيها اللي بدأوا فيها، وعدد الأدوار هنا اللي هم كانوا كملوها، اللي هم كانوا وصلوا لغاية هنا، ده مثلا السابع، الدور السابع، وبعد كده كملوا لغاية الدور الثامن. وبرضو ده كده هتلاقيه مع التايم كل سنة، يعني هو هنا ده 1170 لغاية، هتلاقي هنا بيتكلم 1175، هو بدأ من 1172 لغاية 1178. وده هتلاقي بعد كده ده ماشي مع التايم، وبيوريك هنا في عدد الادوار اللي هم تم بنائها مع كل مرحله. الخمس سنين الاولانيين وصلوا لغايه الدور الرابع، كانوا ابتدوا يشتغلوا وخلصوا 3 ادوار وابتدوا ده يخشوا في الرابع. في اللي هو ال6 سنين اللي هم بعد 100 سنه كانوا وصلوا لغايه الدور السابع. المده الاخرانيه ال10 سنين الاخرانيين اللي هم في نهايه ال200 سنه كانوا خلاص خلصوا اللي هو الدور التاني. ولذلك احنا كنا بنقول ان هو مش مهندس واحد اشترك فيه، لا هو بدأ واحد، توماسو بيسانو كان اول واحد، وجوفاني بعد كده، وبعد كده المهندس الاخراني هو كمل الجزء اللي هو بتاع غرفة لاجروس. نيجي بقى للسؤال المهم، هو طب برج بيزا اتبنى من ايه؟ احنا كنا قلنا ان هو رخام ابيض، هل هو فعلا كله رخام ابيض؟ لا، الحقيقه هتلاقي الجزء اللي بره الخارجي ده يعتبر هو الرخام الابيض ومتجلد برخام ابيض. لكن لو احنا خدنا كروس سكشن فيه كده، هو كروس سكشن في الاساسات وكروس سكشن فوق في الحواض. لو احنا في الحواض هنيجي نلاقي الحيطه الانترنال ده بنتكلم فيه 300 مللي، ده حيطه، واكسترنال فيسنج برضو او الحيطه الخارجيه 400 مللي، تمام. والانفيلنج اللي جوه ده ماسونري، مواد بناء عاديه او طوب عادي، او اللي هو رمل مثلا، او اللي هو الفيلر ماتيريال. وبالتالي احنا بنقول ان هو مش، احنا قلنا قبل كده ان مثلا يعتبر الفاونديشن بتاعته هو ده كروس سكشن في اسطوانه، فالاساسات بتاعته بنتكلم في عرض 7.5 متر، وبعد كده الحواض 5 متر، وفوق لغايه ما توصل فوق لغايه 2 متر ونص. هل هم كلهم رخام ابيض؟ لا، مش كلهم رخام ابيض،
هو التجليد والأعمدة والفن الخارجي ده يعتبر رخام أبيض. عندك فيه حوائط داخلية وحوائط خارجية. الحوائط الداخلية ده بتتكلم 30 سم، والحوائط الخارجية ده بنتكلم في حدود 40 سم. ونفس الكلام هتلاقيه ان بتوين بقى دي فيلر ماتيريال، يعتبر من مواد البناء العادية، خلطات عادية. لكن نفس الكلام هتلاقيه موجود برضو في الأساسات. نفس الكلام، هو يعتبر الحوائط وقفت لغاية هنا، وهتلاقي دي فيلر ما إيه ماتيريال، دي تعتبر بيرتكز عليها برج بيزا. ولذلك احنا بنقول برج بيزا فعلا هو الكروس سكشنز بتاعته ضخمة، ولكن هو الواجهات الخارجية منه والتجليد رخام أبيض، لكن اللي جوه لا مختلف، الكروس سكشن بتاعه إيه مختلف، مش كله رخام أبيض. دي صور لبرج بيزا. ده لو احنا ابتدينا ده كده السلم الحلزوني اللي هو الداخلي. اللي على الشمال دي غرفة الأجراس، طبعا في كمية أجراس على 2 ليفل، اهو ده الليفل ده والليفل ده، وهي غرفة كبيرة فيها أجراس كتيرة. لو احنا بصينا فوق دي غرفة الأجراس من بره اهي، زي ما احنا شايفينها اهي، دي شكلها من بره. والناس ممكن توصل لغاية الأدوار الأخرانية، وده الدور الأخراني تمام، أو دور قبل الأخير تمام. وده شكل الأوضة من جوه. طبعا مهما نتكلم عن هو يعتبر هو معلم سياحي من أكتر المعالم السياحية اللي الناس بتحبه وبتروح تتصور عنده، وليه صور تذكارية جميلة مع الناس. هنيجي نلاقي دي نماذج من ناس راحت هناك واتصورت مع برج بيزا، وهو ميله ده كان سبب لشهرة كبيرة واسعة ما بين الناس، إن هي تروح تتصور عنده وتعمل صور جميلة زي ما احنا شايفينها معانا. دي كانت الريفرنس اللي انا اعتمدت عليها في الفيديو ده. تستنونا بقى المحاضرة الجاية ان شاء الله نبتدي نتكلم على ان ازاي بقى المحاولات الكتيرة اللي هم عملوها لان هم يحاولوا يقللوا ميل برج بيزا، ويحاولوا يوقفوا الميل بتاعه عن بعد ما وصل 5.5 درجة، إلى إن هم نجحوا إن هو يثبتوا الميل بتاعه عند تقريبا بيتكلم في 3.97 درجة. هتبقى محاولات كتيرة وهتبقى فيها معلومات كتيرة قيمة. استنونا الفيديو الجاي، ويتفرجوا على الفيديو اللي فات بتاع الأبراج المايلة عشان تعرفوا تفاصيل أكتر عن أبراج تانية زي برج بيزا، هي منتشرة في العالم واحنا مكناش عارفين إن هي فيها ميل. استنونا المحاضرة الجاية. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتنزلوا الماتيريال ديت من على الفيسبوك واللينكد ان، وتشوفوا الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات الجاية ان شاء الله. استنونا في المحاضرة الجاية مع محاولات تثبيت برج بيزا، وشكرا.